اهلا بكم في حلقه جديده على اليوتيوب. الانيميا او فقر الدم مشكله خطيره جدا ومنتشره بشكل كبير في العالم كله، ومنظمه الصحه العالميه WHO قالت ان في سنه 2021 كان في تقريبا 2 مليار بني ادم عندهم انيميا في العالم كله، ومعظمهم من الستات والاطفال. وصرحت برضه بان تقريبا 40% من الاطفال من عمر 6 شهور ل 59 شهر عندهم انيميا، و37% من الحوامل، و30% من البنات من عمر 15 سنه لحد 49 سنه عندهم انيميا. وللاسف الموضوع في زياده مستمر، ومعظمنا قبل كده اكيد سمع عن الانيميا، لكن مش زي ما هنسمع عنها مع بعض النهارده، علشان هنتكلم ونجمع الموضوع كله بطريقه بسيطه وهتفهم منها بسهوله. ومن المعروف ان اشهر اسباب الانيميا هو انيميا نقص الحديد، ويمكن كمان في ناس فاكره ان ده السبب الوحيد للانيميا، لكن الصراحه في اسباب كتيره جدا هنتكلم عنها النهارده، وهنمسك ان شاء الله مع بعض مشكله ونتكلم عنها بالتفصيل وافضل طرق العلاج ليها ان شاء الله في الحلقات الجايه. علشان مثلا علاج انيميا نقص الحديد مش ادويه الحديد خالص، وده اللي هنعرفه مع بعض قدام. في الاول عاوزين نفهم مع بعض ونشرح يعني ايه انيميا وايه اسبابها وبتحصل ازاي، علشان لما نيجي نتكلم في العلاج قدام نبقى فاهمين كل حاجه. كرات الدم الحمراء بتتصنع من نخاع العظام البون مارو. تعالوا نعتبر مع بعض البون مارو ده المصنع، واي مصنع بيحتاج مواد خام. المواد الخام هنا اللي بتدخل في تصنيع كرات الدم الحمراء زي الحديد والفوليك اسيد وفيتامين بي 12 وشويه عمليات تاني وهرمونات زي الاريثروبيوتين، وده بيطلع من الكليه. وكرات الدم الحمراء بتقعد في الجسم تقريبا متوسط عمرها 120 يوم. طيب يعني ايه بقى لما نقول الشخص ده جاله انيميا؟ يعني عدم قدره الجسم او الشخص ده على انتاج عدد كافي من كرات الدم الحمراء وانتاج الهيموجلوبين. وايه الهيموجلوبين ده كمان؟ الهيموجلوبين ده جزء من كرات الدم الحمراء، ووظيفته الأساسية إنه يشيل ويوصل الأكسجين لكل خلايا الجسم. علشان كده اللي عنده أنيميا أو الهيموجلوبين عنده قليل بتظهر عليه أعراض زي الخمول والكسل والتعب، صداع وعدم التركيز، ممكن يكون عصبي، اكتئاب وأرق، تساقط في الشعر ودي مهمة جدا عند البنات، وتعب وإجهاد، وكمان معدل الحرق عنده ممكن يقل، ودي مهمة جدا برضو للناس اللي عاوزة تخس وتقلل من وزنها. ولو ركزت في الكلام اللي قلناه من شوية هتفهم بسهولة جدا ليه الأعراض دي بتحصل. علشان الأكسجين اللي ماسك في الهيموجلوبين اللي جزء من كرات الدم الحمراء مش واصل للجسم كويس، الجسم مش واخد كفايته من الأكسجين ده، بالتالي هتحصل كل الأعراض اللي قلنا عليها. وللأسف الأعراض دي لما بتظهر بتبدأ صغيرة جدا وبتتطور وتزيد مع الوقت. وليه بقول للأسف؟ علشان لما بتبدأ صغيرة مش واضحة أغلبنا أو كلنا ممكن نهملها وما نهتمش بيها لحد ما الموضوع يكبر نبدأ ناخد بالنا. والحديد بقى معدن مهم جدا في جسم الإنسان وجزء أساسي من تكوين الهيموجلوبين اللي اتكلمنا عليه من شوية. علشان من الاسم هيموجلوبين، هيم اصلا يعني حديد، وجلوبين ده نوع بروتين. علشان كده هنلاقي من اشهر انواع الانيميا هي انيميا نقص الحديد، لكن طبعا ده مش السبب الوحيد زي ما قلنا من شويه، زي ان المصنع نفسه البون مارو او نخاع العظام اللي بيصنع كرات الدم الحمراء فيه مشكله، او في نقص في المواد الخام نفسها اللي بتدخل في تصنيع كرات الدم الحمراء زي الفوليك اسيد والفيتامين بي 12 والحديد طبعا، او في نزيف في الجسم في مكان معين، او مفيش نزيف بس في تكسير في كرات الدم الحمراء، او ممكن يكون برضه مشكله في الكبد او الغده الدرقيه، بالذات الهايبوثايروديزم، نقص هرمون الثيرويد، والهرمون ده لما بينقص بيقلل من عمليات تصنيع كرات الدم الحمراء، او ممكن يكون سبب مناعي، وكل سبب من دول تحتيهم تفاصيل تاني كتير. ولو حاسس بالاعراض اللي قلنا عليها دي من شويه وعاوز تعرف سواء دي كانت انيميا او لا، هنعمل تحليل بسيط جدا اللي هو CBC الكومبليت بلاد كاونت او صوره الدم الكامله. هتلاقي في التحليل نسبه الهيموجلوبين، الرقم ده المفروض عند الرجاله ما يقلش عن 13.5 وعند البنات ما يقلش عن 12. لو لقيت رقم الهيموجلوبين قل عن الارقام دي كده يبقى انت عندك انيميا. طيب احنا كده حددنا ان في انيميا، لكن ما حددناش نوعها ولا عرفنا جت منين ولا ايه المشكله. علشان تحدد تقريبا نوع الانيميا دي او رايحه في انهي اتجاه او ايه تقريبا سبب المشكله، هتبص على حاجه اسمها الMCV. لو رقم الMCV ده اقل من النورمال اللي مكتوب في التحليل عندك يبقى دي اسمها مايكروسيتيك انيميا. ومن ضمن اشهر اسباب المايكروسيتيك انيميا هو نقص الحديد او حاجه اسمها الثلاسيميا. ولو لقيت الMCV اعلى من النورمال يبقى ده نوع اسمه ماكروسيتيك انيميا، وده من اشهر اسبابه نقص الفوليك اسيد او فيتامين بي 12. ولو لقيت بقى الMCV في النورمال رينج بتاعه يبقى الانيميا دي نوعها نورموسيتيك انيميا. ومن اشهر اسبابها ان ممكن يكون في نزيف في الجسم او في تكسير في كرات الدم الحمراء. طيب ليه بنلاقي الناس اللي جالهم انيميا بعد فتره ممكن يجي لهم الصفرة، وحد يقول له مثلا انت ليه وشك مصفر كده؟ ايه علاقه الانيميا بالصفرة؟ هقول لك.
علشان زي ما قلنا من شويه، من ضمن انواع الانيميا او اسبابها هو تكسير في كرات الدم الحمراء. بيحصل تكسير في الار بي سيز او كرات الدم الحمراء بمعدل اكتر من تصنيعها، ولما تتكسر هيطلع منها الهيموجلوبين، والهيموجلوبين هنا لما يروح على الكبد هيبقى بيليروبين، والبيليروبين ده اللي بيسبب الصفرة. وفي منه نوعين، الدايركت والاندايركت بيليروبين، والاغلب هنا اللي هيبقى الاندايركت. ولو عاوزين نتكلم اكتر عن الجوندس او الصفرة او امراض متشابهه بتيجي مع بعض ليها علاقه اكتر بالطب، اكتبوا لنا في الكومنتات تحت. ولما مثلا الشخص يعمل التحاليل ويعرف ان عنده انيميا، مش هدفنا ان احنا نديله علاج وخلاص، لازم نعرف ايه سبب الانيميا دي وجات ازاي ونعالج المشكله علشان ما تجيلوش تاني. وعلشان الانيميا برضو عرض وليس مرض، يعني في مشكله حصلت في الجسم خلت فيه انيميا، لكن لما ندي علاج وخلاص من غير ما نعرف اي سبب، احنا مش بنعالج المشكله، احنا كل اللي بنعمله ما الا بنقلل من الاعراض، لكن المشكله نفسها لسه موجوده. زي مثلا برضو موضوع الضغط والسكر زي ما اتكلمنا عنهم في حلقات كتير قبل كده، وقلنا ايه افضل العلاج بتاعهم من غير اي ادويه، نفس الفكره بالظبط. وبالنسبه بقى للعلاج، هنمسك ان شاء الله في حلقات جايه كتير سبب كل نوع من الانيميا، سواء كان مثلا نقص حديد او نقص فيتامين بي 12 او فوليك اسيد او حتى انيميا الفول. هنمسك مشكله من دول ونتكلم في افضل طرق العلاج ليها. فاعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه وفعل جرس التنبيه عشان يجيلك الحلقه اول ما تنزل على طول وما تفوتكش حاجه. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت. استنوا الحلقات الجايه.